أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج مصر تنتخب. بنتابع مع حضراتكم فيه باستمرار وبشكل يومي آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بالسباق الانتخابي 2024. النهاردة اليوم ال11 على التوالي اللي بيواصل فيه المرشحون للانتخابات الرئاسية الحملات وممارسة الدعاية الانتخابية بكل أشكالها بهدف استعراض يوروا الناس برامجهم الانتخابية، يوروا الناس أفكارهم إيه، رؤاهم إيه بخصوص الملفات المختلفة. طبعا الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي بتتابع مدى التزام الحملات الانتخابية للمرشحين بالضوابط والمحظورات اللي حددتها. فترة الدعاية الانتخابية فترة مهمة الناس تعرف فيها المرشح، لكن في نفس الوقت ده بيكون ضمن محددات معينة وضوابط معينة حطتها الهيئة الوطنية للانتخابات عشان ما يكونش فيه أي نوع من أنواع التجاوزات أو المخالفات. من ضمن أبرز الضوابط دي هو أنه الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية لا يتجاوز 20 مليون في الجولة الأولى و5 مليون في الإعادة. خلينا بقى نستعرض بعض الأخبار. النهاردة بتحل ذكرى ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالمناسبة دي أكدت حملته الانتخابية أنه مصر تحت قيادته قدرت تحقق العديد من الإنجازات في جميع القطاعات سواء داخليا أو خارجيا، وقدرت تتحرك للأمام في الطريق نحو الجمهورية الجديدة. الحملة قالت كمان أنه عدد المشروعات اللي تم تنفيذها خلال فترة حكم الرئيس السيسي وصل لحوالي 15,000 مشروع في وقت قياسي، وأنه حجم المشروعات دي كان نتيجة رؤية وأهداف وتخطيط واضح دقيق لقيادة وطنية عارفة إيه هي احتياجات مصر وإيه هي احتياجات المصريين في الوقت اللي احنا فيه. الحملة كمان نشرت فيديو على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نشوف مع حضراتكم الفيديو ونرجع مرة تانية. رجل الأوقات الصعبة، مخلص الشعب من بأس الإخوان، ومؤسس الجمهورية الجديدة. ولد الرئيس عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي في 19 من نوفمبر عام 1954 بحي الجمالية بمحافظة القاهرة لعائلة متوسطة الحال ترجع أصولها إلى محافظة المنوفية، وكان يعمل أغلبها في حرفة الأرابيسك بمنطقة خان الخليل التاريخية. اختار الرئيس الحياة العسكرية منذ البداية، فبعدما أنهى دراسته الإعدادية بمدرسة السلاحدار التحق بالمدرسة الثانوية الجوية عام 1971 وتخرج في الكلية الحربية عام 1977. بعد التخرج وبالإضافة إلى مهام عمله كضابط بالقوات المسلحة، استكمل دراساته العليا ليحصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان عام 1987، كما حصل على نفس الدرجة العلمية من كلية القادة والأركان البريطانية عام 1992. حاز السيسي على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 2003 وزمالة كلية الحرب العليا الأمريكية عام 2006. تمتع الرئيس السيسي بأخلاق ومميزات شخصية جعلت منه قائدا ومثلا أعلى لكل زملائه وجنوده على مدار سنوات خدمته، مثل اهتمامه بالرياضة وبالتحديد رياضة الركض وركوب الدراجات. كما عرف عنه بتقديره للجند المصري وبذل مجهودات مستمرة لرفع الروح المعنوية للجنود وبمواقفه المتعددة مع جنوده وتعليمهم وتقويمهم. تقلد الرئيس السيسي عدة مناصب مهمة على مدار تاريخه الطويل الذي يمتد لأكثر من 45 سنة بالزي العسكري، فقد بدأ حياته العملية كقائد كتيبة مشاة ميكانيكي، ثم ملحق دفاع بالمملكة العربية السعودية، ورئيس فرع المعلومات والأمن بالأمانة العامة لوزارة الدفاع، ورئيس أركان الفرقة الثانية مشاة ميكانيكي، حتى وصل إلى قائد المنطقة الشمالية العسكرية ليتولى بعدها منصب نائب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ليصل إلى مدير المخابرات الحربية والاستطلاع من بين عام 2010 حتى عام 2012. وكان من أهم مهامه في هذه الفترة
هي متابعة التطورات في المنطقة ورصد المخاطر التي كانت تهدد الدولة المصرية، حتى وصل إلى منصب القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. فعمل على رفع كفاءة الجيش المصري واستعادة الروح القتالية وتطوير منظومة التسليح، كما كان أصغر أعضاء المجلس العسكري سنا قبل اختياره لمنصبه. وفي فترة حكم الإخوان وفي ظل ظلمهم وتدميرهم للبلاد، طالبه الشعب المصري بأن يخلصه من حكمهم، فاستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالب الشعب في ثورة 30 من يونيو، وقام بعزل الإخوان من الحكم وعطل العمل بالدستور، وقام بتكليف عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية برئاسة البلاد طبقا للدستور. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيس جديد. فطالبه الشعب المصري بالترشح للرئاسة حتى استقال من منصبه في عام 2014 كقائد عام للقوات المسلحة، وأعلن الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث حصل تأييد شعبي واسع ليتولى رئاسة جمهورية مصر العربية في 8 من يونيو عام 2014. وعقب توليه رئاسة الجمهورية، عمل الرئيس السيسي على إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والقضاء على الإرهاب، بالإضافة إلى تنفيذ خطة إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري وإعادة بناء البنية التحتية للدولة المصرية في كافة القطاعات لتتشكل ملامح الجمهورية الجديدة. كما تم انتخابه لفترة رئاسية جديدة في عام 2018 ليكون على رأس أولوياتها بناء الإنسان المصري وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً. كما كانت القضايا العربية دائما على رأس أولوياته، وتحديدا القضية الفلسطينية والوحدة والتعاون العربي المشترك وإعادة مصر لعمقها الإفريقي ومكانتها الإقليمية والدولية. وعلى مدار هذا التاريخ المشرف، حصل السيد الرئيس على عدة أوسمة تجاوز عددهم 26 نوطا ووسام. وطوال هذه الرحلة الطويلة كان شعاره الدائم: تحيا مصر. ومعكم وبكم وبالله قبلنا، ستحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولسه بنتابع مع حضراتكم آخر الأخبار المتعلقة بالحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. الحملة النهاردة استقبلت بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة، استقبلت وفد من حزب حماة الوطن بحضور اللواء طارق نصير الأمين العام للحزب وعدد من قيادات الحزب. تم التأكيد على دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في مواقفه القوية، وأعلنوا عن حاجة مهمة جدا وهي تبرع الحزب بمبلغ 10 مليون جنيه لمؤسسة حياة كريمة لصالح دعم أشقائنا في قطاع غزة. والحملة توجهت أيضا بالشكر لحزب حماة الوطن على هذا التبرع اللي بيجي انطلاقا من توجيهات المرشح عبد الفتاح السيسي بتوجيه التبرعات للمؤسسات الخيرية والأهلية المصرية، خصوصا مؤسسة حياة كريمة لأشقائنا في غزة وللقضية الفلسطينية. النهارده كمان كان في تسليط للضوء من قبل حملة المرشح عبد الفتاح السيسي على أبرز الفعاليات اللي بتدعم الرئيس السيسي والمرشح الرئاسي، وكان أبرزها 4 مؤتمرات جماهيرية نظمها حزب حماة الوطن في محافظات الفيوم والدقهلية وأسوان، ومؤتمرين لحزب مستقبل وطن في الشرقية والبحر الأحمر، و3 مؤتمرات نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في إسماعيلية والأقصر والبحيرة.
ده غير حملة أطلقها حزب الإصلاح والنهضة تحت عنوان مصر تختار الرئيس في منطقة حلوان وفي محافظة بورسعيد ومحافظة البحيرة. من ضمن كمان الفعاليات الداعمة للمرشح السيسي 3 مؤتمرات جماهيرية نظمها حزب الحرية المصري في محافظات قنا، القليوبية، الجيزة، وعدد من المؤتمرات لحزب الجيل الديمقراطي وأحزاب التيار الإصلاحي الحر وحزب المؤتمر ومجموعة من النقابات. من الأخبار أيضا المهمة أن احنا نقف مع حضراتكم أمامها هو قيام حزب مستقبل وطن النهاردة بتنظيم مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. أحمد حسام عوض أمين الشباب المركزي في حزب مستقبل وطن أكد على الدعم الكامل والاصطفاف التام خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ودعا كل المواطنين للمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية القادمة، وطالب المصريين بالنزول لصناديق الاقتراع ودعم الرئيس لاستكمال الإنجازات اللي تحققت تحت قيادته ودعم استقرار الدولة المصرية. نروح لأخبار المرشح الرئاسي الدكتور حازم عمر أو المهندس حازم عمر. الحملة استكملت عرض رؤيتها لحل إشكاليات قطاع الزراعة بعد ما أعلنت تفاصيل رؤيتها لقضايا تطوير الزراعة في مصر وإيه العقبات اللي بتواجه المزارعين والتحديات. الحملة وضحت أنه البرنامج الانتخابي يتضمن أكثر من قضية تحتاج إلى تدخل الدولة، إما لتعديل بعض القوانين أو اللوائح الصادرة عنها لمساعدة المزارعين وصولا إلى حياة كريمة. بخصوص بقى تنسيقية شباب الأحزاب، النهاردة التنسيقية عقدت ورشة عمل تحت عنوان قراءة في المحور المجتمعي لمرشحي رئاسة الجمهورية. ده كان في مقر التنسيقية واستمر لأكثر من 3 ساعات، مناقشات كاملة حوالين المحور المجتمعي، الصحة، التعليم، الأسرة، المرأة، العدالة الاجتماعية، تمكين الشباب، كل ده في إطار البرامج الانتخابية لمرشحي الرئاسة. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في برنامج مصر تنتخب. ملف الطاقة ملف مهم جدا، وهو واحد من الملفات اللي الدولة المصرية ادتها اهتمام كبير على مدار الفترة اللي فاتت، وفي تحديات كتير مرتبطة بملف الطاقة سواء كان على الصعيد المحلي أو على مستوى الوضع العالمي يعني والدول اللي حوالينا. وبالتالي من المهم جدا مناقشة هذا الملف اليوم بكل تفاصيله بكل محاوره مع ضيفنا اللي منورنا الدكتور سامح نعمان، الأستاذ بكلية الهندسة وخبير الطاقة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فندم. أهلا وسهلا بسهلا. احنا كنا بنتكلم إنه أنا وحضرتك قبل الفاصل إنه في 5 محاور للطاقة، نقدر لو وقفنا عند كل محور فيهم نفهم صورة ملف الطاقة بشكل أوضح. فأبدأ كده مع حضرتك. هو ملف الطاقة في المحاور بتاعته الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، الغاز والبترول، ويضاف إليهم في الآخر الهيدروجين الأخضر. لما بنتكلم عن الطاقة التقليدية هي الطاقة الناتجة من محطات التقليدية اللي بتستخدم الوقود الأحفوري. ولو نبص قبل 2014 كان في نسبة عجز كبيرة في الطاقة، والحمد لله كان أساسها إن مفيش توفير للغاز وكمان مفيش توفير للسولار، بالإضافة لعدم الصيانة اللي كانت موجودة المحطات، ودي تم تغطيتها أول 2014. كمان أضيف عليها 3 محطات سيمنز الكبيرة. ال3 محطات بيدوني إجمالي 14.8 جيجا وات، وال3 دول 14.8 لما ينضافوا للشبكة عطوا توفير كامل لكمية الطاقة التقليدية اللي داخل الشبكة. الطاقة التقليدية بتحتاج الكنترول اللي هي وحدات التحكم، ودي تم فيها أعداد كبيرة جدا بصيانة القديم واتعمل محطات تحكم جديدة كاملة. زيادة الشبكة اللي بتنقل الكهرباء اللي هي الأبراج الهوائية أو الكابلات الأرضية، اللي بيسموها الراوترز اللي هو بينقل الكهرباء من الأماكن المحطات إلى محطات التوزيع، وكمان المحولات اللي هي الجهد العالي والجهد المتوسط والجهد المنخفض اتعمل منها كميات كبيرة. كمان المحور بتاع البحر الأحمر كان مفيش كهرباء لحد الجنوب، هذا ده تم الامتداد ليه بالشبكة بالكامل وأصبحت الكهرباء بتوصل لحد الجنوب. كمان المناطق اللي كانت في الواحات البحرية اللي كان عندها عجز في الكهرباء التقليدية ده تم إضافة الشبكات لها، والحمد لله أصبح فيها إضافة. ده مختصر الطاقة التقليدية.
عشان نبص ونعرف ان احنا رفعنا مستوى عالي جدا. كنا في 2014 مستوانا العالمي رقم 145. ده في انتاج الطاقه ولا في جوده الطاقه ولا في ايه بالظبط؟ وجود مصر في الخريطه العالميه رقم 145 عالميا. في 2020 وصلنا رقم 77. فاذا الفرق كبير. معلش انا محتاجه برضو حضرتك توضح التصنيف ده على اساس ايه؟ معياره ايه يعني؟ معياره الانتاج والفائض والشبكات وجوده الشبكات وفي احتياطي ولا ما فيش احتياطي، وهل في وقود يكفي للانتاج ولا بتستورد الوقود من بره. دي كلها نقط معينه بتتحط علشان اكون الكينونه بتاعه الدوله دي في انتاج الطاقه. وضعها ايه في الطاقه؟ في الطاقه على مستوى العالم. احنا كنا 145 وصلنا ل 77. ده مختصر الطاقه التقليديه. ندخل على الطاقه المتجدده. الطاقه المتجدده احنا بدانا في 2014، بدانا بالذات محور بنبان واستمر وتوقف في اخر 2014 وبدانا في 2015. اصبح عندنا اكبر محطه لانتاج الطاقه المتجدده من الطاقه الشمسيه في محطه بنبان في أسوان. دي بتنتج لنا 1465 ميجا، يعني 1.4 جيجا وات. يعني بتعادل نسبة حوالي 90% من إنتاج السد العالي. طبعا ديت عبارة عن 55 يونت جوه بعض، واليونتس بتنتج 50 ميجا. المهم دي كانت المفروض بتنتج حوالي 2 جيجا، ولكن نتيجة تعثر الأرض في بعض الأماكن وصلنا ل 1.4. دي أعطت رفعة قوية جدا في إنتاج الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية في وجود في سنة كام؟ 2014 و15 و16. فأصبحت مصر بدأت تتحط على الخريطة العالمية لإنتاج الطاقة المتجددة. ده بالإضافة إلى إنتاج الطاقة المتجددة من الرياح اللي موجودة في خليج الزيت وموجودة في راس غارب. الاثنين دول طاقة متجددة من ناحية طاقة الرياح والطاقة الشمسية. بدأوا ياخدوا مصر على الخريطة إن احنا عندنا طاقة متجددة، ودلوقتي ومعظمها شركات مصرية وخبرات. أصبحت الخبرات المصرية خبرات عالمية في إنتاج في المحطات الإنتاج بتاعة الطاقة المتجددة بأنواعها. ده بالإضافة إن في حاجة جديدة بتتعمل، وديت هي الأولى في الشرق الأوسط بالكامل والرابعة عالميا، إن بيتعمل في جبل عتاقة محطة توليد الطاقة من المياه. بتترفع المية بالطاقة المتجددة بالطاقة الشمسية فوق جبل عتاقة، لأن هو فيه حفرة صناعية كبيرة بتتحط فيها المية، وبتنزل المية على 8 محاور، كل محور 300 ميجا، في آخره توربينة 300 ميجا. فالإنتاج بتاعي بيديني حوالي 2.4 جيجا وات. دي بتبقى ستاند باي انها تدخل على الشبكة مباشرة، ودي تعتبر طاقة متجددة. فأصبح عندي الثلاث حاجات من الطاقة المتجددة. المياه عندي، الطاقة الشمسية موجودة، طاقة الرياح موجودة. نبص في 2020 كان المفروض بندخل بنسبة الطاقة المتجددة 20% من الإنتاج. الحمد لله وفرناها في 2020. والمقترح اللي كان موجود إن احنا ندخل في 2035 إن احنا يبقى عندنا عندنا 42% من الطاقة المتجددة تدخل على الشبكة. لا، دي هتبقى قبل 35، قبل التاريخ دوت. ليه؟ لأن احنا في في المؤتمر بتاع المناخ اللي تم، اللي هو 27 ده تم فيه تعاقدات لإنتاج طاقة متجددة كانت غير متوقعة، يعني غير المخطط عندنا. كان أزيد من المخطط، ما كانش مخطط خالص، ما كانتش موجودة. لأن احنا اما هنتكلم عن الهيدروجين هنقول السبب. فهو دلوقتي دخل بحوالي 10 جيجا للإمارات بطاقة رياح في قلب المنطقة، في قلب مصر محور القناة. أدي 1. 2، شركة سكاتيك النرويجية دخلت ب5 جيجا، يبقى 15 جيجا طاقة رياح. دي دخلت اوفر عندنا غير المخطط. وعندنا ما يقرب من 2.5 جيجا طاقة شمسية دخلت برضه في كوب 27. فأصبح عندنا ما يقرب من 20 جيجا أضيفت إلى الشبكة، وكل ده بيتم قبل 2030. فالإضافة دي بترفع مصر، بدل ما كنا هنوصل ل 42 في 35 هنوصل ل 42 في 2030. فطبعا دي إنتاج بالنسبة للطاقة المتجددة وطفرة كبيرة تدخل معنا في الطاقة المتجددة. ده كطاقة متجددة. نتكلم الغاز بقى والبترول. الغاز والبترول. البترول كنفط احنا
ان شاء الله اخر السنه دي اول السنه الجايه هيبقى فيها اكتفاء ذاتي من النفط، لان احنا النفط تم فيه ايه؟ النفط احنا اولا الاول على مستوى افريقيا في التكرير للنفط والرابع عربيا، واحنا بالظبط كده الثامن عربيا في انتاج النفط وال24 على مستوى العالم في انتاج النفط. احنا عندنا 8 محطات لتكرير النفط بطاقه انتاجيه 876 ألف برميل يوميا. طبعا دي ما كانتش موجوده قبل كده. وبعدين عملنا ده في التكرير. ده بيدي اكتفاء ذاتي، لان قبل كده كان بيبقى البترول نبعته بره يتكرر وبعدين يجي، فدي قصه ثانيه. في ميناء اسكندريه اتعمل الرصيف الثاني خاص بالنفط، فاصبح في 2 رصيف في ميناء اسكندريه. عندنا منطقه الحمراء اللي هي للتخزين اللي موجوده غرب اسكندريه بحوالي 120 كيلو، ديت كانت موجود فيها لمنطقه تخزين ما يقرب من 2.6 مليون برميل، اترفعت ل 5.6، يعني اترفعت 100%، فاصبحت عندي منطقه التخزين فوق ال 5.6 مليون برميل تخزين. عندي كمان الاسيوط انا اترفع فيها المعدل بتاع الانتاج الى 5 مليون برميل سنويا، من طن سنويا. كمان عندي في البحر الاحمر، البحر الاحمر اصبح فيه المينا بتاع العين السخنه، وعندي خليج السويس في البترول، دول برضو حصل فيهم اضافه كبيره جدا. نيجي بقى في نقل البترول كان اللي هو في خط سومد بياخد من الخليج، من عند خليج السويس ويوصل لحد اسكندريه. ده طوله 322 كيلو متر، كان بيشيل 1.6 مليون برميل يوميا، دلوقتي بينقل 2.6 مليون برميل، فاصبح فيه اضافه كبيره جدا. فبالتالي بالنسبه للنفط اصبح عندي دلوقتي الكفاءه في ان انا بدور على هي الابار بتاعه النفط، فيها اتساع كبير جدا. عندي التكرير رفعت النسبه بتاعته بنسبه كبيره جدا. عندي التخزين، عندي نقل البترول، لان نقل البترول في خليج من خليج سومد على خط سومد ده بيوفر ان البترول بدل ما نقلات البترول تمشي في القناه وتمر من القناه وتطلع على اسكندريه، لا ده خط مباشر بيوصل لحد بياخد من سومد ويودي على اسكندريه. فده بالنسبه للنفط. النفط يبقى ان شاء الله كده على اخر السنه دي او السنه الجايه هيبقى فيها اكتفاء ذاتي. اما الغاز طب ده يوفر لنا مبالغ بقى في الفاتوره الاستيراديه. اكيد ده بيوفر كتير جدا، انه بدل ما كنا بنبعت ونكرر بره فاصبح عندنا التكرير، عندنا الانتاج من بتاعنا احنا اللي موجود حاليا من الابار بتاعتنا، وكمان بنعمل في الابار كلها بيحصل لها عمليات تطهير، لان كان من 2020 كانت في خطه لتطهير جميع انواع الابار سواء بقى بترول او غاز. فده بالنسبه للبترول. لو نروح على الغاز الحمد لله احنا وصلنا اكتفاء ذاتي في 2018 اصبحنا ما بنجيبش غاز من بره علشان البلد. طيب خالص ولا باي كميه؟ لا احنا ولا بكميات محدوده؟ لا احنا في للاستخدام بتاعنا اللي هو الاساسي اللي احنا بنستخدمه ما بنجيبش، انما علشان نصدر او نعمل نحوله لغاز سائل فدي تجاره ثانيه. للاساله يعني للاساله دي تجاره ثانيه. انما الاساس بتاعنا اللي احنا بنستخدمه اللي احنا كنا بنستورده قبل كده لا ما بنستوردوش. طب هنا سؤال، طب ليه الكهرباء بتقطع؟ لانه الناس بتحس يعني اذا احنا عاملين الانجاز ده في ملف الغاز والبترول تحديدا وعندنا اكتفاء ذاتي من الاثنين، ليه الكهرباء بتقطع؟ الفترة اللي هي في أول الحر كانت الكهرباء قطعت لأسباب فنية كبيرة جدا. أولا الغاز في درجة، إحنا بنعمل محطاتنا في درجة حرارة معينة. لما درجة الحرارة بترتفع بنسبة 15-20 درجة، ده الغاز بيحصل له امتداد. التمدد لما بيحصل تمدد للغاز الطاقة الإنتاجية بتاعته اللي أنا بحطها فيه ما بيدينيش زي، يعني لو أنا مثلا بحط ملو كوباية غاز تديني 100 كيلو، الغاز اللي جوه ما بيبقاش هو مش نفس حجم الغاز لانه بقى اكتر، فاصبح كميه الغاز اللي جوه اقل من المستخدم، فلما باجي استخدمها في محطه الكهرباء تديني انتاجيه اقل. ادي حاجه. الحاجه الثانيه فيبقى ده الافضل مكانها ان انا استخدم سولار وانا ما كانش عندي سولار. طيب الحاجه الثانيه ان لما احنا حصل درجه حراره ارتفعت جامد
بدات الناس كلها تشغل التكييف. طب التكييف ده بيرفعه، بيحط على درجه حراره كام؟ بينزل ل 16 و17. هو النورمال بتاعي من 24 25. درجه الحراره بتاعت التكييف بتطلع بره في الشارع بدرجه حراره عاليه. فاصبح درجه حراره الجو اللي هي اصلا كانت 45 مع درجه الحراره اللي جايه من جميع انواع التكييفات اصبحت درجه الحراره توصل ل 50 وفوق ال 50. طب ده في وقت الجو ما كان حر قوي، بعد كده بدات الحراره تنخفض والجو بقى احنا خلاص داخلين على الشتاء ولسه الكهرباء بتقطع. دي هقولها لحضرتك لما هقول السيستم بتاع الغاز، لان هي دي اصلا احنا علينا معدل تصدير لازم نعمله. معدل التصدير ده ناتج ان انا عندي كم من الغاز، جزء منه بيدخل لمحطات كهرباء او الاستخدامات اللي هي المعتاده بتاعتنا، وجزء للتصدير. لما يكون في عندي محور او اتنين بجيبه من التصدير واتقطع، لان انا عشان اصدر انا بصدر بايه؟ زي ما قلت لحضرتك دي تجاره، التجاره ان انا باخد غاز من اماكن معينه، والاماكن دي اللي انا باخد منها غاز اخدها اعمل لها اساله وابتدي اصدرها، وانا عامل عقود على هذا الكلام. يعني انا عندي عقد كامل من مكان معين او اتنين باخد منه الغاز بعيد عن الغاز بتاع البلد، وبعمل له اساله وببتدي اصدره. يبقى هو ده الكوتا بتاعتي او البروتوكول اللي انا بشتغل. لما واحد منهم يبتدي ياثر او يكون عنده فيه نقص، يبقى اذا حصل نقص في الامداد اللي انا هصدره، وانا عندي التزام بعقود، يبقى لازم يحصل توفير. ناخد من لازم يحصل توفير داخلي علشان اكمل الحته دي. والتوفير ده ما هوش يعني اقصد النقص ده ما هوش كان كبير قوي بس، ولكن تم. طب تتوقع انه هيستمر ولا هيهدى شويه؟ خلاص اتعادت، يعني رجعت الامور لمجاريها مره اخرى يعني. ده بالنسبه للغاز بقى. الغاز نفع مصر في ايه؟ الغاز وجود الغاز نفع في حاجات كتير. اول حاجه نبص، احنا عندنا دلوقتي ما يقرب من 14 مليون وحده وصلها الغاز الطبيعي في زي وحده اللي هي ايه؟ المنازل، المخابز، المصانع. دي احنا وفرنا، احنا كنا بنستورد ما يقرب من 350 مليون اسطوانه غاز سنويا. الاسطوانه بتقف على مصر، الاسطوانه الواحده مش اقل من 185 او 190 جنيه وبتتباع ب 70 جنيه. اضرب بقى في 350 مليون وفرنا مبلغ ده غير ان احنا بنستوردهم. فاحنا دلوقتي حطينا 100 ل 14 مليون وحده، فاذا احنا وفرنا المكان الاسطوانات اللي احنا كنا بنشتريها. ادي واحد. طب وده معدل كويس ولا كان المفروض يبقى اكتر وصلنا دلوقتي؟ ما احنا ماشيين عليها، احنا ماشيين بريت عالي. انا قصدي معدل التنفيذ عالي جدا، لان كمان حتى كان هم في عثرات علشان المنازل تيجي تشتغل المفروض تدفع مقدم. من 4 سنين الرئيس عمل اعلان اللي اعطى لهم تصريح بان هم بيدفعوا بالقسط وما فيش مقدم، وبيضاف على الفاتوره. في عقبات في البنيه التحتيه؟ ما يقدرش يمد غاز في القرى او كده الا لما البنيه التحتيه كانفراستراكشر كلها تبقى سليمه، وبعد كده هو بيمد خطوط الغاز وبعد كده بتوصل. فده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للوحدات اللي هي بتاخد الغاز، منازل وما شابه ذلك. نيجي كمان ان احنا عملنا توفير عكسي باستخدام الغاز، بمعنى ان احنا دلوقتي عندنا ما يقرب من 400,000 سياره بتستخدم الغاز. طب ال 400,000 سياره دول لما بيستخدموا الغاز نشوف الفرق بينهم ايه. الغاز انا لما بحط المتر مكعب بتاع الغاز بيعادل تقريبا 10 لتر، فاذا معدل استهلاكي للغاز في المسافه هو بيساوي بالنسبه باللتر زي اللتر. يعني المتر مكعب بيساوي اللتر، ده بيمشي 10 كيلو. امال التوفير في ايه؟ العائد المادي. التوفير بقى هنا في حاجات مشتركه. اولا لصاحب السياره ان هو لما بيشتري المتر مكعب بكام؟ ب 4 جنيه، بيشتري لتر البنزين بكام؟ ده الفرق، ده في السعر. ادي واحد. 2 للبيئه. البيئه بالنسبه لي انا لما بستخدم الغاز بيديني ثاني اكسيد، يعني انا بستخدم لتر البنزين بيديني 2.7 كيلو جرام ثاني اكسيد كربون. ملوثات كتير. انما الغاز بيديني النص. يبقى اذا انا بنظف البيئه. الاهم بقى ان انا لما بستخدم الغاز بوفر قدامه لتر بنزين. لتر البنزين مش اقل من $. نيجي نحسبها بقى. دي بتوفر عمله صعبه. دي بتوفر كتير. انا عندي دلوقتي 400,000 سياره، ال 400,000 سياره منهم 100,000 ميكروباص و300,000 ملاكي. لو ال 300,000 ملاكي دول بيستهلكوا في اليوم 10 لتر، يبقى انا بوفر 3 مليون لتر بنزين. ال 100,000 سياره الميكروباص لو انا بستهلك في السياره ميكروباص بشتغل طول النهار فبتوفر 30 لتر بنزين، يبقى انا برضو بوفر 3 مليون لتر بنزين. الاجمالي بتاع ال 400,000 سياره بوفر ما يقرب من 6 مليون لتر بنزين.
ال 6 مليون لتر بنزين دول اضافه للغاز للبترول. يبقى انا اذا بوفر في اليوم الواحد 6 مليون باستخدامي للغاز. طيب ايه كمان اللي انا بوفره لما انا بستخدم الغاز؟ الغاز دلوقتي بيستخدم معايا في البتروكيماويات. المتر المكعب اللي انا بستخدمه في المتر او الوحده الحراريه اللي انا بستخدمها في البتروكيماويات بتديني طاقه اضافيه من 9 ل 12 ضعف. من 9 ل 12. الغاز اللي توفر عندنا وكان عندنا اكتفاء ذاتي منه من 2018 ظهرت قيمته الحقيقيه في الحرب ما بين روسيا واوكرانيا. في اثناء الحرب ما بين روسيا واوكرانيا كل بيدور على الغاز، كان بيدور على الغاز. كان سعر الغاز كام عالمي؟ سعر الغاز وصل في اوروبا الوحده الحراريه في اوروبا الوحده الحراريه دي تقريبا بتطلع 150 كيلو وات في الساعه. الوحده الحراريه دي اصلا او السعر المعتاد بتاعها من $21 ل $27. وصلت كام بقى؟ $84. يا خبر. من 21 او 24. ايوه حاجه و80. حاجه و80. مصر بتديها لمحطات الكهرباء بكام؟ بتدي الوحده الحراريه لمحطات الكهرباء ب$3. نشوف الفرق بقى. يعني لو احنا كنا محتاجين وحدات حراريه لمحطات الكهرباء كنا هنشتري قد ايه وهنشتري بكام؟ احنا وفرنا بطريقه غير مباشره وبطريقه غير محسوسه بالظبط يعني. كده. وكمان اللي هو الاكتفاء الذاتي اللي تم وفر علينا الكلام ده كله، وفر علينا هذا الضغط. ولذلك صدرنا احنا في الوقت ده كمان لاوروبا كتير، واحنا كنا بنصدر لاوروبا مش للعالم، لاوروبا في اتجاه اوروبا ما يقرب من 40% من الاحتياج بتاعهم. ولذلك احنا عشان احنا عندنا محطات الاساله فدول كتير بتبعت عندنا نعمل الاساله وبنبيع. احنا يا اما بنبيع لصالحنا يا اما بنبيع لصالح الدول الثانيه. الجزء اللي احنا كنا بنبيعه لصالحنا يبقى المصدر بتاعه كان حصل فيه شورتج او نقص شويه، فعشان كده حصل عندنا مشكله الكهرباء. طيب ده كده بالنسبه ده كده الغاز. دايما بقى المصادر الطاقه الجديده اللي هي موفره او اللي هي بتنظف البيئه او اللي هي بتحافظ على المناخ من التغيرات السلبيه والضاره، الهيدروجين والاخضر والامونيا الخضراء. الناس مش فاهمه او احنا كغير متخصصين مش فاهمين الفرق بين الحاجات دي، وهل ده فعلا مجال واعد بالنسبه لنا في مصر ان احنا نشتغل عليه؟ هو مجال واعد لان زي ما قلت لحضرتك احنا لما اتكلمنا عن الطاقه المتجدده قلنا في 2020 حصل ما يقرب من 22 مذكره تفاهم لانتاج الهيدروجين الاخضر. وليه اختاروا مصر؟ في هيدروجين ازرق باين صح ولا؟ هو في الوان في الوان كتير. هو الهيدروجين كله هيدروجين، ولكن الفرق في ان ازاي انا بستخرج الهيدروجين، ادي واحد. 2 اللون بتاعه نتيجه الطيف، نتيجه الالكترون بتاعه في انهي مدار فبيديني الطيف بتاعه اللي هو بيديني اللون بتاعه. فانا عندي الهيدروجين الاخضر وعندي الازرق. الهيدروجين الاخضر هو انضفهم وانقاهم. والازرق بحسب ما افهم انه ملوث برضه. الازرق ملوث كتير. وعندي كمان الاصفر وعندي البني وعندي الرمادي وعندي الاسود وعندي الابيض، فكل واحد بس هو في الاخر هو هيدروجين. انما ازاي اخد الهيدروجين هي دي الفكره. احنا بنشتغل على الهيدروجين الاخضر. الاخضر ده من تحليل الميه، لازم تكون ميه عندي ميه ما هياش ميه مالحه وبعمل لها تحليل كهربي، باخد الهيدروجين على جنب والاكسجين على جنب، بنفصل يعني بنفصلهم بعيد عن بعض، وبكده باخد الهيدروجين للاستخدام. طيب ليه بقى اختاروا مصر؟ ومصر وكاله الطاقه الدوليه حددت ان محور قناه السويس ده من سنتين وماشي هذا الكلام، ان محور قناه السويس هيكون المحور الواعد لانتاج الهيدروجين الاخضر على مستوى العالم. ليه بقى؟ لان احنا عندنا في مصر احنا محتاجين ميه وكهرباء، ولازم تكون كهرباء متجدده. اللي عندنا المحور عندنا الساحل البحر الاحمر والساحل البحر الابيض دول حوالي 1300 كيلو متر. يبقى انا عندي ميه على ساحل البحر حوالي 1300 كيلو، اقدر اعمل لها تحليه، اقدر اخد ميه، يبقى مصدر الميه موجود. عندي المناخ معتدل بيديني، والطاقه الشمسيه عندي طاقه شمسيه رائعه جدا، وعندي طاقه الرياح في مناطق بحر الاحمر اللي هو راس غارب وخليج السويد عندي اقدر اخدها. ودلوقتي بناخد غرب المنيا وغرب اسيوط فيها طاقه رياح بتتعمل. طيب يبقى اذا الطاقه المتجدده متوفره. احنا ليه بنقول طاقه متجدده؟ لان احنا عشان نطلع الهيدروجين الاخضر احنا عايزين حاجه ما تلوثش الجو. يبقى الحاجه اللي انا بستخدمها عشان اطلع بيها الهيدروجين الاخضر لازم تبقى طاقه نظيفه. عشان تكون الطاقه نظيفه يبقى الطاقه المتجدده هي الرياح او الشمس، الرياح او الشمسيه او ميه. طيب احنا بنقول كمان ان الطاقه المتجدده ليه؟ لان الطاقه المتجدده كيلو الوات في الطاقه المتجدده لا يتعدى 2 سنت كيلو وات. انما لو كيلو وات استخدمته من اي طاقه تقليديه بيعدي في الانتاجيه بيعدي 3 سنت او 4 سنت. يبقى اذا انا عندي اوفر. كمان ليه الطاقه التقليديه؟ ليه الطاقه المتجدده؟ الطاقه المتجدده لان انا لو دخلت على الطاقه الشمسيه في الالواح
كل كيلو وات بيديني 46 جرام ثاني اكسيد كربون في الجو. طاقه الرياح لما بستخدمها بتديني ما يقرب من 12 جرام ثاني اكسيد كربون. طاقه الميه بتديني 5 جرام. طيب ايه كمان؟ لو انا بقى رحت للغاز، لو انا بستخدم الغاز كل كيلو وات بستخدمه بطلعه من الغاز بيديني 500 جرام ثاني اكسيد كربون. لو استخدمت الفحم بتديني 1100 جرام. فاذا انضفهم وارخصهم هي الطاقه المتجدده، فهو ده المطلوب، الطاقه المتجدده. ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان محور قناه السويس، محور قناه السويس استعد بالنسبه للانفراستراكشر للاماكن الجاهزه، اصبح في مكان كامل جاهز لانتاج الهيدروجين، لمصانع الهيدروجين الاخضر. ورابط المنطقه دي بالمينا بتاع قناه السويس بتاع البحر اللي هو العين السخنه، بخط بري خاص من المكان المصنع الى المينا. طب التحضيرات دي تعود علينا برضو بايه؟ ما دي انا بقول للمستثمر انا جاهز. مكانك جاهز، تعال اشتغل. والعالم عايز يستثمر في المجال ده. الهيدروجين الاخضر، العالم كله بيتجه الى الهيدروجين الاخضر والوقود الاخضر، لان احنا لو لاحظنا من حوالي شهرين كانت في اكبر حامله للحاويات واول حاوله بتشتغل بالوقود صح الاخضر. طلعت عدت من عندنا. عدت من عندنا، طلعت من جنوب شرق اسيا ورايحه اوروبا، عدت على كوريا مونت وقود اخضر، عدت على سنغافوره مونت وقود اخضر، جت عندنا في في شرق بورسعيد مونت 500 طن وقود اخضر. اكبر مكان مونت منه وقود اخضر كانت عندنا. فاذا ده الوقود الواعد، ودي اول سفينه. فطبعا ده بيدي مؤشر كويس قوي ان احنا في هذا الاتجاه شغالين صح. ده بالاضافه كمان ان المكان ده بتاع بورسعيد ده واخد المحور البحر الابيض المتوسط بالكامل واللي داخل على قناه السويس، فاذا ده محور رئيسي. واحنا عندنا محطتين لهذا الكلام. طيب الرئيس القادم بقى كيف يجب ان يتعامل مع ملف الطاقه، وايه الحاجه الاولويه اللي يبدا يشتغل عليها؟ بصي حضرتك، احنا لما بنوصل لمستوى المفروض ما ننزلش عنه. احنا دلوقتي في مستوى، احنا وصلنا الرتبه 77. طيب الرتبه 77 دي هل هنقدر نستمر عليها في ظل الصراعات العالميه في اتجاه الطاقه؟ طبعا لازم نستمر عليها. طيب ايه اللي ناقص عندي؟ المحطات اللي انا بعملها لازم تكون تحت قياده الدوله، انا لا اديها لحد ايجار ولا اديها لحد، لان احنا عندنا دلوقتي 6 محاور للتصدير، تصدير الطاقه. لازم 6 محاور لتصدير الطاقه دول ما يبقوش 6، يبقوا 10، لان احنا عندنا فائض من الطاقه. ثانيا المحاور اللي هي بتشتغل للطاقه لازم اركز انها تكون طاقه متجدده. لازم افتح اكتر في جذب المستثمرين للطاقه المتجدده بالذات في الهيدروجين الاخضر. المعوقات، احنا بص احنا بنشتغل ازاي والدول الاخرى بتشتغل ازاي. احنا عندنا بنأجر ارض وبندي شروط وعاطين مميزات عاليه جدا. دول تانية بتدي الارض ببلاش، فاحنا لازم يبقى عندنا، يعني تقصد انه نعمل حوافز اكتر، لازم الحوافز الاستثمار في مجال الطاقه ده تحديدا، الهيدروجين الاخضر بالذات، الطاقه النظيفه، الهيدروجين الاخضر. طيب ايه التاني اللي ناقص؟ احنا لحد النهارده لم نستخدم احدث تكنولوجي للطاقه المتجدده على مستوى العالم، وهي عندنا في طاقه الرياح وفي الطاقه الشمسيه. ده لم يستخدموا لحد النهارده. شغالين على محطه بنبان. محطه بنبان كلها تقليديه، ده كانتاج، انما ايه المكونات اللي بتستخدم جوه؟ الآلية نفسها. الآلية نفسها آلية ما هياش جديده. والكلام ده هم يعرفوه من زمان. فهو ده لازم اللي جاي الرئيس القادم لازم ما ينزلش عن المستوى ده. لازم يبقى بدل ما نصدر بترول ونصدر غاز نصدر طاقه، نتصدر كهرباء. تصدير الكهرباء اخطر واقوى من تصدير البترول والغاز. واحنا نقدر نعمل ده يعني؟ ما احنا عندنا 6 محاور نزود فيه او نعلي فيه، عندنا الامكانيات. احنا عندنا 2 خط بحري، واحد طالع على قبرص واليونان ده 3 جيجا، والخط الجديد اللي عاملاه شركه سكاتيك اللي طالع من شرق بورسعيد على مرسى مطروح، ومن مرسى مطروح لايطاليا لقلب اوروبا ده برضو 3 جيجا طاقه متجدده، طاقه جديده متجدده. عندنا المحور الخط القديم اللي اتعمل سنه 90، ليبيا تونس الجزائر المغرب، وكان هيطلع على اوروبا عن طريق جبل طارق. وعندنا الخط برضو القديم اللي اتعمل بعدها بحوالي 5 سنين اللي هو عندنا من الاردن سوريا ولبنان، ودلوقتي اضافت عليه العراق، وكان هيطلع لحد
لحد تركيا ده موجود. عندنا الخط اللي قرب يخلص ما بيننا وبين السعوديه ده 2 واي ده برضو 3 جيجا. وعندنا الخط بتاع السودان، خط السودان، بس خط السودان وقف نتيجه الحرب وما شابه ذلك، ولكن هم الخط موجود والشبكه موجوده، وده وصل 500 ميجا وهيترفع ل 2 جيجا. فاذا الخطوط موجوده، ولكن هو المفروض واحنا عندنا فائض. فاذا لازم الطاقه اللي عندنا، لان انا لما اصدر كهرباء غير لما اصدر بترول غير لما اصدر غاز، لان الكهرباء خطوط واصله متواصله. فما اقدر حتى لو حصلت معركه او حصلت مشاكل جيوسياسيه او اي حاجه، ما فيش سفن بتشيل الكهرباء، ما فيش حد بينقل الغاز زي الغاز والبترول، فهي خط. فاذا هي بتبقى انت الايد القويه الكبيره المسيطره على الدول اللي انت بتديها الكهرباء. بمناسبه تصدير الطاقه، هل نقدر نقول انه الفتره اللي جايه ممكن يبقى فيها منافسين اقليميين لينا في النقطه دي تحديدا؟ صعب شوية. واحنا بنتكلم عن اثيوبيا بعد طبعا الانتهاء من السد وانتاج الكهرباء، هل ممكن تنافسنا في مساله التصدير؟ حضرتك اثيوبيا، سد اثيوبيا انا بتكلم على مسؤوليتي. سد اثيوبيا لن ينتج كهرباء. سد اثيوبيا لن ينتج كهرباء. لن ينتج كهرباء. هيبقى فاشل يعني. لن ينتج كهرباء. ليه؟ ده على مسؤوليتي. وقدام سد اثيوبيا الشبكه غير كامله. اللي لازم نعرفه، اثيوبيا كانت بتجهز نفسها عشان تطلع طاقه 6 جيجا، كانت 4 ورفعتها ل6. ال6 دي كانت هتعمل منها ايه؟ كانت هتدي منهم 2 لمصر. احنا مش عايزين. هتدي 1 جيجا لل2 السودان وجنوب السودان، وهم دلوقتي عندهم مشاكل. كانت هتدي 1.5 جيجا لكينيا. كينيا دلوقتي غير محتاجه، لان في محطات بتعمل في كينيا طاقه متجدده، فمش محتاجه. يعني هم لن ينجحوا في الانتاج، ولا هيكون التصدير له حسابات سياسيه وتوازنات ثانيه؟ في الاثنين. لا انتاج، وما دام ما فيش انتاج ما فيش تصدير. ده الكلام ده على مسؤوليتي الشخصيه انا، لان دي حاجه انا اعرفها كويس. وجهه نظر مهمه. دي حاجه انا متاكد منها. ثانيا، علشان برضو نقول ان هي هتطلع من السد وتطلع لاثيوبيا، بينها وبين هضبه اثيوبيا عاليه كده. المسافه بتاعتهم كده حوالي 500 كيلو وارتفاع 800 متر. مفيش بنيه تحتيه تساعد على ده. مفيش شبكه عشان تطلع. فهي اثيوبيا بالنسبه لنا عمرها ما هتبقى منافس لتصدير الكهرباء. انسى اثيوبيا في تصدير الكهرباء. طب اخيرا يتبقى ان نسال حضرتك بقى على الملف الطاقه بشكل عام في ظل التحديات الدوليه. احنا شايفين طبعا التجاذبات الاقليميه اللي حاصله بين الدول المنتجه والمصدره للنفط وبين القوى الكبرى. في نفس الوقت احنا شايفين ازمه روسيا واوكرانيا قد ايه اثرت على سوق الطاقه والاسعار بشكل عام. المشهد رايح بينا لفين في موضوع الطاقه؟ كمصر احنا امنين بالنسبه للغاز. البترول ان شاء الله اخر السنه دي او السنه الجايه الحمد لله امان. هيدروجين اخضر هي دي فرصتنا، هي والوقود الاخضر. لو احنا بدانا وبكثافه وبقوه في الهيدروجين الاخضر هنوصل لدرجه كبيره جدا في الانتاجيه، وهنبقى احنا الدول كلها بتبص علينا في هذا الموضوع. كمان نضيف الى ان احنا لازم ننتج الكهرباء المتجدده اللي يتم تصديرها الى دول الخارج. دي مهمه جدا جدا، ده زي ما بقول لحضرتك هي دي عصب الحياه بصراحه والعنصر الرئيسي اللي هتقدري تمسكي بيه الدول الثانيه وتبقى انت الايد القويه للدول دي. ما لا بقى لا غاز ولا بترول ولا غير، هو دي الكهرباء. يا رب حضرتك انتجي زي ما تنتجي من الطاقه كهرباء وادي لهم. ما فيش دوله هتقدر تعمل اي مشكله معاها. هيبقى خلاص عنصر التفوق موجود بالظبط كده. ده كمان انها دخل كبير جدا ان انا اعمله واعمل كهرباء هتقف عليها برخيص، هبيعها زي ما انا عايز بره. حضرتك نورتنا النهارده في برنامج مصر تنتخب، واضأت علينا نقاط كثيره ما كانتش سهل ان الواحد يفهمها وتبدو انها متخصصه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور سامح نعمان، الاستاذ بكليه الهندسه وخبير الطاقه، نورتنا. من تحت امرك. وصلت مع حضراتكم لختام حلقتنا من برنامج مصر تنتخب. بشكركم على المتابعه والى اللقاء.